حاتم هو اللاعب الأقوى في الفريق، لقد سدد أكثر من ثلثي الأهداف في سلة خاصة. شكرا. بقي دقيقتان على نهاية المباراة. رمية ثلاثية رائعة. حاتم بهذه الرمية الثلاثية يرتفع رصيدنا إلى 68 هدفا مقابل 23 للفريق المنافس. هذا رائع. رائع يا حاتم. هيا نافذ يا حاتم. رمية ثلاثية رائعة في آخر ثانية. يا إلهي رائع. كنت رائعا يا حاتم. هذا من فضل الله وتوفيقه. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد كان أداؤك رائعا اليوم يا حاتم. نسأل الله لك ولفريقك التوفيق دائما. إنه فتى موهوب. سيكون نجما رائعا إن شاء الله. إن شاء الله. أنت لاعب موهوب. لماذا تمشي هذه المشية التي تدل على الضعف والمسكنة؟ وكيف أمشي إذا؟ تمشي مشية المشاهير والأبطال. كيف؟ سأعلمك أكثر من طريقة للمشي، واختر منها ما يعجبك. هيا أرني. هذه مشية الطاووس. بل هذه مشية المغرورين المتكبرين، والله لا يحب المتكبرين. وهذه مشية الأبطال، التثاقل، التأني، اللامبالاة. هذه مشية المتغطرسين. التغطرس خلق مذموم، والتواضع خلق محمود. من تواضع لله رفعه. لا شأن لك بذلك. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وما معنى هذا؟ أي لا تميل خدك للناس كبرا عليهم وإعجابا بنفسك واحتقارا لهم، وإنما أقبل عليهم مؤنسا مستأنسا. ولا تمشي في الأرض مرحا أي فرحا في غير شغل وفي غير حاجة. فأهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخيلاء. رائع. بدأت تبدي تقدما كبيرا حقا. أفضل المشي هو المشي المعتدل. ألم ينصح لقمان ابنه أن يقصد في مشيه أي دون إسراع أو إبطاء؟ وهذه مشية كبار المشاهير. بل مشية البلهاء المتغطرسين. لماذا تسرع هكذا؟ حتى لا أتأخر عن المباراة. يبدو أنك لم تشعر بأهميتك بعد. حقا؟ بدون تصويباتك المحكمة وأهدافك القاتلة لن يفوز فريقك.
وماذا أفعل لأشعرهم بأهميتي؟ لا تذهب إلى النادي سيرا على الأقدام، يجب أن يحضروا سيارة خاصة لتنقلاتك. هل هذا معقول؟ بدونك لا فريق، لا مكاسب، لا انتصارات. أنت صانع الأهداف يا صديقي. ولماذا إذا يسمى الفريق فريقا إذا كان شخص واحد هو الذي يصنع الأهداف؟ ماذا تقول؟ حاكم لا يصنع الهدف وحده، ولكن بمساعدة بقية زملائه الذين يهيئون له الفرصة حتى يصل بالكرة إلى سلة الفريق المنافس. سوف أدلل لك على سطر كلامي. كيف؟ تريد أن تعرف كيف؟ لا تذهب إلى مباراة اليوم. أين حاتم؟ هذه أول مرة يتأخر فيها عن حضور المباراة. هكذا ستضيع منا المباراة. لماذا تأخر يا ترى؟ تصرف. ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا عم؟ هزم فريقنا بفارق كبير في مباراة حاسمة. هذا يؤكد أهميتي. لماذا لم تحضر؟ لأنني أقصد ما بك يا حاتم؟ أنت مريض. أقصد أنني لقد وضعت فريقنا في ورطة. أنا آسف يا عم. أرجو ألا تغيب عن التدريب قبل مباراة يوم الثلاثاء. كيف خسرنا؟ هل انتهى التدريب والمباراة توشك أن تبدأ؟ لماذا تأخرت؟ المشاهير مثلي يحضرون وقت ما يشاءون، لكنك لم تحضر التدريب. أمثالي لا يحتاجون إلى التدريب يا أخي. ما هذا الكلام الغريب يا حاتم؟ أنا هداف الفريق وكلكم من دوني لا تساوون شيئا، بل كلنا فريق واحد. لقد خسرتم المباراة الوحيدة التي لم أحضرها. هذا صحيح، لكنك لا تستطيع أن تكون الفريق وحدك. سوف ترون عندما أحرز الأهداف بالجملة في سلة الخصم. الحياة تعاون يا حاتم، وأنت لا شيء بدون إنفاقك. الفريق لا يساوي شيئا دون حاتم. هيا العب يا حاتم، العب. الفريق لا يساوي شيئا بدون أحسنت يا حاتم. الفريق لا يساوي شيئا بدون حاتم. قلت لكم أنتم لا تساوون شيئا من دوني. هيا يا حاتم، هيا يا حاتم. رائع يا حاتم. المباراة التي تتخلف عنها لا نفوز فيها. قل ذلك لزملائي. أحسنت التصرف يا حاتم. هكذا يكون المشاهير أمثالك. كيف وقد ساء سلوكه وأصبح مغرورا متكبرا؟ قلت لك لا شأن لك. إن استمر سلوكك كذلك فسيكرهك الناس وينفرون منك حتى لو كنت أفضل لاعب في العالم. ابتعد من هنا. بقيت دقائق على بداية المباراة ولم يحضر حاتم. لقد وصل وهو الآن في غرفة تغيير الملابس. أحضروه قبل أن تبدأ المباراة حتى لا يلغي الحكم اسمه واضطر إلى تغييره. هيا أروني كيف ستفوزون بدوني. هل وحدك بدون الفريق لا تستطيع أن تفعل شيئا أو تفرز هدفا؟ اسألوا الجمهور الذي حضر لتشجيع ومشاهدة اللعب. هيهات يا حاتم، أنت واهم. لقد حضر الجمهور من أجل الفريق كله. اذهبوا واسألوا الجمهور إذا سنجلس نحن في مقاعد المتفرجين واذهب أنت لتلعب وحدك. دعنا نرى أهدافك العظيمة. بل سأجلس أنا في مقاعد المتفرجين حتى أرى الفوز الذي ستحرزونه بدوني.
ونحن سنلعب المباراة بدونك أيها المغرور. لقد طردتك من المباراة. هيا يا شباب، هيا 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 تشجعوا، هيا. ذوقوا الهزيمة حتى تعترفوا أنكم لا تساوون شيئا بدوني. سأعتذر للمدرب ولرفاقي عما سببته لهم من حرج بسبب غروري وتكبري. لا تفعل، يجب أن لا تعتذر لأحد. ما زلت تحرضه على الشر، لا تسمع منه يا حاتم. لا شأن لك بذلك. لا شأن لك أنت بي. ابتعد عني أيها الشرير المخادع. لقد كان تخلفك عن المباراة سببا في ظهور عمرو وخالد واكتشاف مواهبهما في إحراز الأهداف. أنا آسف، لقد ركبني الغرور حتى ظننت أني وحدي الذي يجيد إحراز الأهداف. والآن ماذا ستفعل؟ تعلمت أن الإنسان وحده لا قيمة له بدون تعاون إخوانه معه. هل تعلم كم خطأ ارتكبت؟ كثيرا، لقد كنت أنانيا ومتكبرا ومغرورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. معنى خردل؟ والخردل هذا نبات عشبي متناهٍ في الصغر، وهذا يدل على خطورة الكبر على الإنسان حيث يضره ولو كان يسيرا جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله تعالى. من الآن لا أنانية، لا كبر، لا غرور، بل تواضع وحب وتعاون أيها المدرب، أعدك.